دخل على مراته وكله حزن، قال لها الوالدة توفت النهاردة، حضري الشنطة احنا نازلين مصر حالا. بصيت له وقالت له ننزل مصر حالا؟ ده ايه؟ انا مش ممكن اروح العزا قدام الناس وانا شكل كده. انت عايز اخواتك وبنات عمك والجيران يشوفوني انا بالشكل ده؟ انا لازم اعمل شعري وضوافري وما عنديش فستان اسود جديد البسه. اتصلت بالكوافير وحجزت ميعاد وهو باصص لها وكله قهر. نزلت ورجعت البيت بعد 3 ساعات، صبغة شعرها اصفر وعاملة حواجبها وضوافرها وحاجات تانية كتير. وهي بتحضر الشنطة بتقول انا نسيت اقولك، البقية في حياتك يجعلها اخر الاحزان، واكيد مامتك في مكان احسن وربنا اختار لها كده. بصلها باستغراب وقال لها مامتي ايه؟ بعد الشر عليها، ماما كويسه، مامتك هي اللي ماتت. هي سمعت الخبر وبقت تلطم بتشد في شعرها وبوظت المكياج خالص وبقت بتصوت وتقول انا عايزه انزل مصر حالا. بصلها كده وقال لها مصر ايه اللي ننزلها حالا؟ على الطلاق ما انا نازل قبل ما اعمل ساونا ومساج واظبط نفسي. هي امك احسن من امي ولا ايه؟